السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بمراجعة جديدة لدرس المغرب الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية لمستوى السنة الثالثة إعدادي مكون التاريخ مادة الاجتماعيات. إذا هذا الدرس هو أكثر الدروس التي يتم التركيز عليها في الامتحان الجوي الموحد خاصة في جهة ضرب أسطات، لذلك أثرت إلى أن أقوم بإعادة نشر الفيديو من جديد. إذا الدرس يمكن تقسيمه إلى 3 محاور أساسية: مرحلة المقاومة المسلحة ما بين 1912 إلى 1934، المقاومة السياسية ما بين 1934 و 1953 الحركة الوطنية، ثم المرحلة الأخيرة الكفاح المسلح واستكمال الوحدة الترابية. إذا سنبدأ بمرحلة المقاومة المسلحة. مراحل الاحتلال الفرنسي والإسباني. تعرض المغرب للغزو من طرف إسبانيا وفرنسا بعد فرض معاهدة الحماية سنة 1912، حيث تم تقسيمه إلى مناطق تحت الوصاية الفرنسية وأخرى تحت السيطرة الإسبانية، في حين أصبحت طنجة مدينة دولية. واجه المغاربة الاحتلال الأجنبي بمقاومة مسلحة، حيث تصدوا هذا الاحتلال أو الغزو العسكري طيلة 22 سنة، وشملت المقاومة معظم المناطق. ففي منطقة جنوب الصحراء قاد أحمد لهيب المقاومة إلى أنه انهزم في معركة سيدي بوعثمان سنة 1912. في منطقة الأطلس المتوسط تزعم المقاومة محو حموزياني الذي هزم القوات الفرنسية في معركة الهري سنة 1914. أما في منطقة الريف بالشمال تزعم المقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي ألحق هزيمة كبرى بالقوات الإسبانية في معركة أنوال سنة 1921. وأخيرا منطقة الأطلس الصغير قاد المقاومة عسو بسلام الذي كبد القوات الفرنسية خسائر باهظة، إلا أنه انهزم في معركة بوغافر سنة 1933. وبالتالي مع هذا المقاومة الأخير تنتهي مرحلة المقاومة المسلحة وتبتدئ مقاومة جديدة وهي المقاومة السياسية. إذا انطلقت مرحلة المقاومة السياسية وذلك بظهور الحركة الوطنية التي تشكلت مع صدور الظهير البربري سنة 1930، وقد اتخذت عدة أساليب للعمل: العمل الصحفي كإصدار مجلة المغرب وعمل الشاب، العمل الحزبي كتكوين كتلة العمل الوطني وحزب الإصلاح الوطني، العمل الجمعوي تكوين جمعيات ونقابات وتنظيم عروض مسرحية وطنية، ثم تنظيم مظاهرات ومقاطعة البضائع الفرنسية. مرحلة المطالبة بالإصلاحات من بين 1934 و 1944. وضعت كتلة العمل الوطني برنامجا وطنيا سنة 1934 سمي برنامج الإصلاحات المغربية. طالب بمجموعة من الإصلاحات مثل الإصلاحات الإدارية كإلغاء كل التشريعات والمؤسسات منذ إعلان الحماية، الإصلاحات الاقتصادية كتسوية الضرائب بين الفلاحين المغاربة والمستعمرين، الإصلاحات الاجتماعية كالسماح للأفراد بإنشاء مدارس حرة. مرحلة المطالبة بالاستقلال ما بين 1944 و 1953. إذا ساهمت ظروف عدة في تحول الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. ركزوا جيدا على هذه الفقرة لأنها أكثر فقرة يتم إدراجها في الامتحان الجهوي الموحد. إذا من بين هذه الأسباب التي جعلت هذه الحركة الوطنية تتحول مطالبها من الإصلاحات إلى الاستقلال، هناك ظروف خارجية تتمثل في دخول فرنسا الحرب العالمية الثانية وصدور الميثاق الأطلنطي، إضافة إلى انعقاد مؤتمر أنفا سنة 1943. سننتقل للظروف الداخلية، تتمثل في اتساع قاعدة الحركة الوطنية وتجذرها في صفوف الشعب المغربي، حيث تم تأسيس حزب الاستقلال سنة 1943 والذي قدم يوم 11 يناير 1944 عريضة المطالبة بالاستقلال. وقد ردت السلطة الاستعمارية بشكل عنيف، حيث شمل أغلب الموقعين عليها إما السجن أو النفي. وآخر حدث تنتهي بالمقاومة السياسية كان خطاب طنجة سنة 1947 دورا في إبراز السلطان محمد بن يوسف للمقاومة السياسية وارتباط العرش بالشعب، مما أدى بالمستعمر لنفيه إلى مدغشقر في 20 غشت 1953. المحور الثالث من الدرس الكفاح المسلح واستكمال الوحدة الترابية. إذا انطلقت ثورة الملك والشعب والكفاح المسلح سنة 1953، فقد أقدمت السلطات الاستعمارية على تنفيذ مؤامرة عزل ونفي السلطان يوم 20 غشت 1953 وتعيين محمد بن عرفة مكانه، فانطلقت المقاومة المسلحة والعمليات الفدائية وتأسس جيش التحرير.
فاستهدفت المقاومة المصالح الاستعمارية والمتعاملين معها كمحاولة اغتيال الشهيد علال بن عبد الله لمحمد بن عرفة سنة 1953. واضطرت فرنسا إلى السماح لعودة محمد الخامس من المنفى سنة 1955 وإلغاء معاهدة الحماية يوم 2 مارس 1956 بموجب اتفاقية مغربية فرنسية بإكس ليبان. إذا مراحل الاستكمال الوحدة الترابية. إذا رغم اعتراف فرنسا وإسبانيا باستقلال المغرب فقد ظلتا تحتلان إرساء مهمة شاسعة من الأراضي. فعمل محمد الخامس بتنسيق مع الحركة الوطنية ومن بعده ابنه الحسن الثاني على إتمام الوحدة الترابية عبر مراحل كاسترجاع مدينة طنجة سنة 1956، مدينة طرفاية سنة 1958، منطقة سيدي إفني سنة 1969، منطقة الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء، وأخيرا منطقة وادي الذهب سنة 1979.